الجولة الرابعة من الدوري المصري هي جولة كله لعب فيها لصالح الزمالك. يعني الطريق اتفرش واتمهد قبل ماتش الزمالك وفاركو عشان الزمالك يقفز إلى الصدارة. المصري اتعادل مع حرس الحدود. حرس الحدود اتعادل في الدقيقة 92 تقريبا. الأهلي بيتعادل مع المحلة. وبيراميدز بيخسر من مودرن عشان الزمالك يتصدر ب10 نقط. بعديه المصري، بعديه مفاجأة الدوري. والله مين يا جماعة اللي في المركز الثالث بلا هزيمة؟ بتروجيت. بتروجيت دي اللي ساب رشاد متولي وساب احمد رضا للاهلي قبل كده، وحامد حمدان اعلن عصيانه عشان عايز يروح الزمالك. بتروجيت في المركز الثالث ب8 نقط. جولة الاهلي خذل جماهيره، ويمكن من اسوأ بدايات الدوري في تاريخ النادي الاهلي. يتعادل ماتشين من اول 3 ماتشات. بيراميدز برضو بيترنح. خسر من مودرن يا جماعه اصعب جدول في فرق الدوري كلها. اول 4 جولات لعب اهلي وزمالك وبيراميدز، وقدر انه يجمع 7 نقط. يعني تعادل مع الاهلي وكسب بيراميدز ويتغلب من الزمالك بصعوبه برضه. فرق القاع في الجوله دي فاركو، المقاولين، كهربة الاسماعيليه، والبنك الاهلي. الجوله ضعيفه قوي، 14 هدف. يعني الدوري لسه ضعيف جدا جدا. يعني تخيلوا ان المحله ما كسبش ولا ماتش، ولا احرز اهداف، ولا دخل فيه اهداف. المقاولين كمان لعب 4 ماتشات ما جابش اهداف. مهاجمي نادي الزمالك مثلا، ال4 مهاجمين ما حدش جاب اهداف، ولا مهاجم من نادي الزمالك جاب جول. والزمالك في صداره الدوري. حاجه يعني تحير، حاجه تضحك الصراحه. يعني لا يا الجزيري ولا ناصر منسي ولا عدي الدباغ ولا عمرو ناصر، يعني ما فيش حد من الاربعه دول جاب جول مع الزمالك. الدوري لسه الفرق متحفظه، والاداء مش احسن حاجه، وكله خايف يهاجم. هي كده الدوري المصري على مدار ال4 جولات الكل خايف يهاجم. نجم الجوله اللي بقول لك الجوله فيها 14 هدف. يعني احنا بالعافيه لقينا علي فوزي، الباك اليمين بتاع مودرن، الوحيد اللي قدر انه يصنع هدف ويسجل هدف، فهو نجم الجوله. اختفاء دغموم، اختفاء زيزو، اختفاء ناصر ماهر، اختفاء الفينا، اختفاء عدي يعني اختفاء ناس كتيره جدا في الجوله دي. جوله الجايه برضو فيها صدام كبير بين الاهلي وبيراميدز. الزمالك هيلاعب دجله، المصري هيلاعب كهرباء اسماعيليه. فبرضو لسه الطريق ممهد ان الزمالك يفضل في الصداره.